فكره بسيطه من ثلاث صحاب اتحولت بعد كده لفيلم من افضل الافلام اللي انتجتها السينما المصريه في تاريخها كله، ويعتبر من افضل الافلام اللي اتكلمت عن الفتره السياسيه اللي بيتكلم عنها الفيلم. ده غير انه حصد مجموعه كبيره جدا من الجوائز في مهرجانات مختلفه. فمع مراجعه الفيلم صاحب المركز الثامن في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، وهو فيلم سواق الاتوبيس. الفيلم من بطوله نور الشريف، ميرفت امين، وعماد حمدي، وتاليف محمد خان، والسيناريو وحوار بشير الديك، ومن اخراج عاطف الطيب. بتبدا الحكايه مع حسن اللي شغال سواق اتوبيس نقل عام، واللي متجوز من ميرفت اللي من طبقه اجتماعيه مختلفه عنه، واللي اتجوزته بالرغم من رفض اهلها ليه. حسن بيمر بظروف ماديه صعبه بعد ما رجع من الجيش بعد حرب اكتوبر، وده اللي خلاه يشتغل سواق اتوبيس الصبح، وبعد الظهر يشتغل سواق على تاكسي، وكل ده علشان يقدر يوفر حياه كريمه ليه ولزوجته وابنه. وفي مره من المرات حسن بيعرف ان ورشه ابوه هيتم الحجز عليها بسبب ان عليها مبلغ كبير الضرايب، فحسن بيسيب شغله ويروح للورشه علشان يعرف ان سبب المشكله هو عون جوز اخته واللي كان ماسك الورشه وما كانش بيدفع الضرايب، وده بسبب رغبته في انه يسيطر عليها. عوني برضه زمان وقع ما بين حسن وابوه علشان حسن بعد كده يسيب البيت ويقدر عوني يمسك الورشه ويحط ايده على كل حاجه فيها. عوني بيعرض على حسن انه يشاركهم في الورشه، لكنه بيرفض وبيحاول انه يوفر المبلغ المطلوب، فبيروح لاخته في بورسعيد وبيطلب منها ومن جوزها انهم يساعدوه في لم المبلغ في محاوله منه علشان ينقذ الورشه بتاعت ابوه، لكنهم بيرفضوا انهم يساعدوه. فراح حسن بعد كده لاخته الكبيره في دمياط علشان يطلب منها انها تساعده، لكنها برضه رفضت تساعده. والاصعب من كده ان جوزها عرض عليه انه يشتري منهم الورشه علشان يهدها ويبني مكانها برج، لكن حسن طبعا رفض وسابهم ومشي. وقدر بعد كده انه يتواصل مع اخته اللي مسافره في الخليج، واللي رجعت بسرعه هي وجوزها، واللي كان زميل حسن في الجيش ايام حرب اكتوبر. حسن قدر انه ياخد جزء من المبلغ المطلوب من الضرايب من اخته، لكن لسه برضه في مبلغ كبير ناقص، فبيفكر حسن انه يبيع البيت اللي عايش فيه ابوه علشان يقدر يسدد الفلوس. لكن اخواته اول ما بيعرفوا بيحاولوا يمنعوه باي طريقه انه يبيعه، فبيضطر حسن انه يبيع التاكسي اللي شغال عليه علشان يقدر يكمل المبلغ اللي محتاجه، وده بيعمل خلاف كبير جدا ما بينه وبين ميرفت مراته. لكن حسن بيصر وبيبيع فعلا التاكسي، لكن برضه لسه المبلغ ناقص. واحد من صحاب حسن ايام الجيش هو وواحد زميله في الاتوبيس بيقدروا انهم يساعدوه في تكمله المبلغ، واخيرا بيقدر حسن انه يكمل المبلغ اللي ممكن يقدر بيه ينقذ ورشه ابوه. لكن القدر كان اسرع من حسن، وكل الفلوس اللي لماها دي مش هيبقى ليها اي لازمه، وهيبقى في سبب قوي جدا هيمنعه انه يسترد ورشه ابوه. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ محمد خان وبشير الديك وعاطف الطيب هما الثلاثه كان في ما بينهم صداقه قويه جدا، وفي مره من المرات هما قاعدين مع بعض صرخ محمد خان بانه جات له فكره فيلم عبقريه، وبالفعل قام محمد خان بصياغه الفكره دي في قصه وسماها كسرت قيودي، واداها بعد كده للسيناريست بشير الديك علشان يحولها لفيلم. لكن الغريب ان بالرغم من ان محمد خان مخرج عبقري في الاساس وكان ليه مجموعه من الافلام الناجحه في السوق وقتها زي مثلا فيلم موعد على العشاء، لكن محمد خان رفض فكره انه يقوم باخراج الفيلم وفضل انه يديه لصديقه عاطف الطيب علشان يقوم باخراجه. محمد خان كان ليه اسبابه في رفضه فكره انه يخرج الفيلم، واللي كان منها ان ممكن الجمهور المصري يرفض فكره انه يتم انتقاده من خلال فيلم من قبل مخرج من اصول باكستانيه، ودي حركه ذكيه جدا منه، لان عاطف الطيب وبالرغم من انه مخرج مصري لكنه تم انتقاده بشده من قبل محب الرئيس السادات، وده بسبب ان الفيلم بينتقد الحقبه دي من تاريخ مصر. فده حصل لعاطف الطيب المصري، فما بالك كان ممكن يحصل ايه لمحمد خان اللي اصوله باكستانيه. السبب الثاني اللي برر بيه محمد خان عدم اخراجه للفيلم هو انه كان عايز يدعم صديقه عاطف الطيب، واللي كان شايف فيه بذره مخرج عبقري في بداياته، وده لان فيلم سواق الاتوبيس هو كان اول فيلم روائي طويل يقوم عاطف الطيب باخراجه. المهم بعد كده ان الفيلم تم عرضه على الفنان عادل امام، لكن عادل امام رفضه بسبب ان شخصيه حسن شخصيه سلبيه، وان المحرك الرئيسي في الفيلم هو الاحداث مش شخصيه حسن. وبعد رفض عادل امام للفيلم تم عرضه على الفنان نور الشريف، واللي وافق عليه على طول من غير ما يقرا حتى السيناريو، ووافق على اداء شخصيه حسن بمجرد انه سمع فكره الفيلم من عاطف الطيب ومحمد خان. ولما تم اكتمال طاقم عمل الفيلم اقترح نور الشريف تغيير اسم الفيلم لانه كان شايف اسمه صعب، واقترح انه يتم تغييره من كسرت القيودي لسائق الاتوبيس. لكن الفنانه نبيله السيد اقترحت انه يتم تسميته باسم سواق الاتوبيس، وقد كان. وتعرف الفيلم باسم سواق الاتوبيس، واللي ابتدى بفكره ما بين ثلاث صحاب وتحول بعد كده لفيلم من اعظم ما انتجت السينما المصريه في تاريخها كله. كل القراءات السينمائيه والتحليلات النقديه والمقالات اللي تناولت فيلم سواق الاتوبيس كلها بتتكلم على ان الفيلم بيتناول فتره حكم السادات والتحولات المجتمعيه اللي حصلت في المجتمع المصري بعد حرب اكتوبر، ودخول مصر بعد كده في عصر الانفتاح الاقتصادي. لكن انا بشوف ان ده تناول ضيق جدا لفكره الفيلم، وان الفيلم بيتناول جوانب كتير جدا بجانب نقد فتره حكم الرئيس السادات. ومن اول الجوانب دي ان الفيلم تناول فكره زوال الحلم الناصري وانتهاء التجربه الناصريه تماما بكل احلامها واهدافها ومؤيديها ومناصريها. في بدايه فتره حكم الرئيس جمال عبد الناصر كانت كل الشعارات السائده في الوقت ده والتوجه العام في المجتمع والراي العام كله كان بيصب في فكره انشاء مجتمع صناعي وزراعي بيقوم على اساس العمل، وده كان نتاجه انشاء مصانع كتير جدا
وشركات وطنيه ونهضه صناعيه كبيره. وبدايه النهايه للتجربه دي كان مع احلام عبد الناصر في زعامه الامه العربيه، واللي ادت في النهايه لاضعاف المجتمع المصري وادخاله في حروب كتير اضعفت من قوه الجيش المصري، واللي ادت بالتبعيه لنكسه 67 وما تلاها من وضع التجربه النصريه على جهاز التنفس الصناعي في محاوله يائسه لارجاعها للحياه. لكن بطبع كل المحاولات دي فشلت بموت صاحب الفكره وهو الرئيس جمال عبد الناصر. لكن الفيلم بيطرح ان انتهاء التجربه النصريه وموتها تماما كان نتاج لتخلي المؤمنين بيها عنها، وما تم بعد كده من تحويل المجتمع المصري من مجتمع بيصنع وبيزرع فبيقدر يامن قوته واحتياجاته الاساسيه لمجتمع استهلاكي بحت بيعتمد في الاساس على استيراد كل احتياجاته من الخارج. وده بسبب سياسه الانفتاح الاقتصادي اللي انتهجها الرئيس السابق السادات، واللي حولت المجتمع المصري لمجتمع استهلاكي مليء بالمنتفعين والجشعين وراغبي الثراء السريع. كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده محمد خان وعاطف الطيب صوروه من خلال رموز كتيره، يمكن من اهمها ان المحرك الرئيسي للاحداث هو محاولات حسن لانقاذ الورشه. ولو سالنا نفسنا ليه تم اختيار ورشه انها تبقى محور الاحداث ولم يتم اختيار محل مثلا لبيع الاغذيه او الاجهزه الكهربائيه، وده لان الورشه هي رمز قوي وواضح للفتره النصريه وللمجتمع الصناعي اللي كان قايم في الوقت ده. ولو بصينا في احد المشاهد هنلاقي فعلا ان صوره جمال عبد الناصر متعلقه في جنب من الجوانب في اهمال، مع شويه بلور خفيف عليها للدلاله على الفكره اللي بنتكلم عنها. واختيار الفنان الراحل عماد حمدي لاداء دور الحاج سلطان في سنه ده واللي كان قارب تقريبا على 80. ولما نعرف كمان ان فيلم سواق الاتوبيس هو اخر اعمال الفنان عماد حمدي واللي توفى بعديها على طول، واللي كان بيصور الفيلم وهو تعبان جدا، فهنلاقي ان اصرار محمد خان وعاطف الطيب على اسناد الدور لراجل في السن ده واللي كان باين عليه على طول مظاهر التعب والعجز دايما طول الفيلم، كل ده واختيار الفنان عماد حمدي كان مقصود وكان ليه دلاله قويه جدا، وهي ان التجربه النصريه واللي بيمثلها في الفيلم الحاج سلطان هي تجربه عجزت وشاخت وهي على اعتاب الموت. وفي مشهد قوي جدا هياكد على الكلام اللي بنقوله وهو المشهد ده. ابا ايه اللي معادك هنا؟ انا ماليش مطرح غير ده يا حسن. قفلتها ليه؟ دي عمرها ما اتقفلت. حسيت انها لحمي لازم الم واداريه من عيون الناس، لكن ما تشيلش هم، هتشتغل تاني وترجع زي الاول واحسن. مع صاحب النصيب بقى. لا معاك انت اللي هتقف فيها وتشغلها. انا خلاص يا حسن، انا هبيع الورشه وكفايه كده. مستحيل الورشه تتباع. لما فتحتها كانت اول ورشه في المنطقه بحالها. لما اتخانقت مع الضابط الانجليزي في التل الكبير وقال لي ادبه معايا ما استحملتش، ضربته بالشاكوش وهربت. منظر الحاج سلطان وهو قاعد في وسط الورشه وهي مقفوله وهو متهالك وحزين، والجمله الحواريه اللي قالها مع حكايته اللي بدات بمحاربه الانجليز ومرورا بالورشه اللي بناها، واللي كانت اول ورشه في المنطقه للدلاله على سبق وتفرد التجربه النصريه في المنطقه كلها. فكل ده بياكد على فكره ان الحاج سلطان والورشه هو مثال للفتره النصريه اللي كانت بتموت وتنتهي. ومن الرمزيات المهمه جدا اللي موجوده في الفيلم هي شخصيه عوني، وهي شخصيه بتمثل الشخصيات اللي كانت محيطه بجمال عبد الناصر واللي بعدت ما بينه تماما وبين الناس وخلته يتخلى عنهم ويروح لاحلام الزعامه العربيه واوهامها، واللي ادت بالتبعيه لدخول مصر حروب كتير وصراعات هي كانت في غنى عنها. عوني واللي بيمثله حطوا ايديهم على التجربه النصريه وخنقوها لحد ما ماتت، زي ما عمل عوني وفرق ما بين حسن وابوه وسرق ايراد الورشه لحد ما اتحجز عليها واتقفلت. وهنقيس التحول اللي حصل في المجتمع المصري من خلال رمزيه شخصيه البرنس التاجر البورسعيدي الثري واللي كان بيعتمد على استيراد الاجهزه كمصدر لثروته، وشخصيه الحاج تبعي تاجر الاساس الدمياطي، وتكالب الشخصيتين دول على الورشه ورغبتهم في شرائها لهدمها واصرارهم على عدم تقديم اي مساعده بدون عائد نفعي. فكل ده بيمثل الاثرياء الجدد واللي طلعوا في فتره الانفتاح الاقتصادي وكان همهم الاول هدم ميراث عبد الناصر وتحويل المجتمع من مجتمع الورشه والمصنع لمجتمع الاجهزه المستورده والعمارات الجديده. دي بقى رمزيه في الفيلم بعتبرها من اقوى الرمزيات الموجوده فيه، واللي ممكن نفهمها من سؤال ممكن نطرحه على نفسنا، وهو ليه محمد خان خلى شخصيه حسن شخصيه سائق اتوبيس؟ ليه ما خلوش عامل او بياع او موظف؟ تفسير النقطه دي في حاجه واحده، وهي ان شخصيه حسن هي المؤثره على الاحداث وهي المؤثره برضو على كل حاجه في المجتمع. فالاتوبيس بيرمز للمجتمع واللي بيضم كل طبقات الشعب الكادح واللي بيمثل الاغلبيه العظمى من المجتمع. وسائق الاتوبيس هو حسن الشخص اللي عاش التجربه النصريه بكل نجاحاتها واخفاقاتها، هو الجيل اللي حارب في حرب اليمن وحرب الاستنزاف ونكسه 67 وعبر وانتصر في 73. فالجيل ده واللي بيمثله حسن هو الجيل اللي قادر انه ينتشل مجتمع الاتوبيس من الهوه اللي وقع فيها، وهو في نفس الوقت اللي قادر يتصدى لحراميه الانفتاح ورغبه الثراء السريع، واللي يمثلهم النشال في الاتوبيس. واللي لو قارنا موقف حسن في اول الفيلم لما ساب النشال يهرب وموقفه في اخر الفيلم لما جري ورا النشال لحد ما قبض عليه، هنلاقي ان بين الموقفين هو ادراك حسن انه الشخص الوحيد اللي قادر على انقاذ الشعب ده، وان سلبيته هي السبب الاول في تفشي وباء الثراء السريع والفهلوه والسرقه. ولو حاولنا نعمل مقارنه ما بين المشهد اللي جمع حسن مع اصدقائه واللي بيتكلموا فيه عن ذكرياتهم مع حرب اكتوبر مع توزيع جديد كله حزن وشجن لنشيد بلادي بلادي. زمان لما كنا نشوف القمر كده كنا نقول له في سرنا يجعل نورك في عينينا وضلمتك تحت رجلينا. كل حاجه كانت زمان
بيفكرني بليالي الانتظار الطويلة قبل 73. فاكرينها؟ وما بين مشهد حسن وهو بيضرب نشال مع توزيع مختلف لرشيد بلادي بلادي كله قوة وحماس. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. ومع صراخ حسن هنوصل لنتيجة ان الجيل اللي حارب في اكتوبر هو الجيل اللي كان قادر انه يقف في وش حرامية الانفتاح، وهو الجيل القادر انه زي ما تصدى للصهاينة وحرر سيناء انه برضه يتصدى للصهاينة الجدد سارقي احلام الشعوب ومقدراتهم، وان هو اللي قادر يحرر الشعب المصري من قبضتهم. وبس كده. سلام.